السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامجكم الحسين يقود الحياة. احنا نتكلم عن الإمام الحسين اللي هو شلون يحل لي مشاكلي بهذا الوقت. فاليوم راح أتكلم على شيء غريب. الحسين يكافح المخدرات. اي نعم، الحسين يكافح المخدرات. خلينا نتكلم على موضوع جزء الكثير تحاشى أتكلم به، لكن نتيجة قربي من الدوائر الأمنية والصحية شفت أرقام يعني مفزعة. ما أريد أذكر الأرقام لأن الحقيقة مفزعة. أرقام وزارة الصحة والجهات الأمنية بكثرة التعاطي للمخدرات والمشروبات أجلكم الله. خلينا نتكلم عن المخدرات والهلوسة والحبوب ليش زادت عندنا بهاي الفترة؟ وشنو علاقة الإمام الحسين سلام الله عليه به؟ لا حد يقول أنا عائلتي مرتاحة وضامنها، لا حد يأمن. أول شيء أوصيكم به تابعوا أولادكم وبناتكم. الموضوع ما يختص بس بالشباب المراهقين والمراهقة. من المراهقة من 12-13 سنة تابعوهم، شوفوا ويا من يمشون، صديقاتهم، أصدقائهم، بنات ولد ويا من، لأنه النسب مهولة أظل أقول مهولة يشيب لها الرأس. يعني ليش ده تصير؟ أكو 3 أسباب. أكو أسباب شخصية. تشوف الأسباب الشخصية هو حب الفضول يجوز، يريد يجرب، أصدقاء السوء الموجودين. الشغلة الثالثة اللي تخص الحسين سلام الله عليه عدم وجود الوازع الديني الحقيقي اللي فاهم الدين الإسلامي، فاهم الحسين والتضحية والفداء والتعلق بهذه المثل العليا، ما موجود. هاي مشاكل الوالدين موجودة، أو لا سمح الله يجوز أحد الوالدين مدمن. المشاكل الأسرية هي الأسرة بها مشاكل طلاق وما طلاق، أو هو قلنا نفس الوالد أو الوالدة ممكن يكونون هم ذول موجودين. عدم متابعة الأسرة، فيه أهم شيء يعطي فلوس، من دا أجيب لأنا من الصبح لليل دا أطلع ودا أتعب وبعد شي يريد. هذا جزء من التربية، مو كل التربية. إنه إذا حضرتك أنت من الصبح لليل تشتغل، شو وقت تربيهم؟ شو وقت تشوفهم؟ المشاكل المجتمع اللي هو ما يتابع المجتمع، يعني المؤسسات الحقيقية بالدولة وبالجهات الدينية ما متابعة هذا الموضوع، ما مسلط الضوء عليه. وبعد المجتمع من يشوف واحد انه هو مثل فات بهذا الطريق الاسود ويريد يرجع، ما ينطي فرصة حتى يرجع. يعني واحد يعني تورط وتاب ودخل مصحات، المجتمع لا بالمطعم يشغله، لا ناس يستقبله، لا روح انت شغلتك تعبانة الكثير منهم يرجعون لأن المجتمع يرفضهم، ما يرحب بهم. من يعطي زوجة أصلا، من يشغله هذا، فيقول لك أنا بعد خلي تولي الموضوع. وقصص كثيرة. طبعا العشوائيات، أماكن العشوائيات والمناطق الفقيرة مهم جدا بيها انتشار، لأن الناس فقراء وبالتالي يخلوهم يتاجرون بهم، خاصة الأيتام، البنات اللي ما حد ببالهم. والمناطق الغنية كذلك همين، لو فقير لو غني يقعدون قعدات. وهسه ما شاء الله يقعدون طلاب الكليات يأجرون أماكن وشقق ويقعدون عادي، مثل هاي أحدهن البنات اللي طبت راحت انعزمت بحفلة، هاي حقيقية طبعا، انعزمت بحفلة وراد يشربوها يطوحوا، لا ها جبانة انتي، لأن ما عندها ثقة بنفسها، ما تشربين تخافين، لا قالت شنو جبانة، شربت وتعلمت وصارت بعصابة، وبعدين لزمت ضمن العصابة. هاي العصابة أنا أعتذر أقول بها أولاد وبنات عوائل قسم أطباء ومهندسين لعوائل كبيرة جدا من المساكين، والحكم مؤبد أصلا، يعني متابعات ماكو. الشيء الأساسي اللي يهمني بهذا الموضوع أترك العلاجات كلها، أقول إحنا نتكلم عن الحسين. العلاج الرئيسي بهاي هو ضعف الوازع الديني اللي عند الأسرة وعند الفرد. إذا أكو واحد من جماعتكم ذول عندهم وقت فراغ كبير، جيبوهم للمجالس الحسيني، خلي يسمعون. هم ما عندهم مثل أعلى، هم يريد يعيش بحالة حالمة كاذبة. الاندومين مالته هذا يعني مفعول السعادة، وما راح يحس سعادة بقد ما يحس سعادة إنه يكون قريب من الحسين. جيبوا له المثل الأعلى، جيبوه حتى لو هو حاليا يكون أجلكم الله هو مدمن، جيبوه. الحسين يستقبل الكثير ويستقبل الكل، جيبوه فهموه إنه أنت حياتك إلها ثمن. هذا الحسين وأصحابه أعطوا ثمن حياتهم ما دونها الجنة. الله أكرمك وخلاك أعز إنسان، شلون تحول نفسك إلى حيوان؟ أنت ممكن تصعد تكون شهيد، ممكن تكون حيوان، بل الحيوان يعني أجل منك، يعني أجل منك مثل ما يقول القرآن الكريم. يعني
فأنت تختار، خلي يصير هذا المثل واستقبلوهم ورحبوهم وأعطوهم الطريق إنه الله يتوب، ترى إن تبت تاب الله عليك، وخلي لك هاي القدوة الإمام سلام الله عليه. خلوا قلبكم واسع، دائما صادقوهم واقتربوا منهم، لكن تابعوهم، تابعوا أولادكم، شوفوا من أصدقائهم، لأن الموضوع خطير جدا. انقاذنا بالمجالس الحسينية والقرب من الإمام المضحي القدوة الكاملة سلام الله عليه. تحياتي للجميع.